وعايزين تعرفوا الميك اب لوك ده اتعمل ازاي بمنتجات كلها من ام ومايت سينما وبريتي وومن، منتجات كلها رخيصه وعلى قد الايد، كملوا معايا الفيديو. بصوا بقى، عملوا لوك زي كات كريس، ان احنا هنعمله اي شادو عادي، بس من هنا هنبقوا كاسرينه بالكونسيلر. تعالوا نشوف هنعمله ايه. اول حاجه انا هبتدي بيها العين قبل الوش، طالما احنا مش متمكنين قوي عامه، او في ما يعملش فول اوت او ينزل بقايا منه على الوش، يبقى نبدا بالعين الاول. اول حاجه هبدا بيها ايه في العين، ان انا ارسم حواجبي. انا حواجبي لا هي كثيفه جدا ولا هي خفيفه قوي، حاجه كده في النص. فانا اول حاجه هرسمها بصابونه الحواجب، بعد كده ارجع ارسمها بالبودر. هبتدي دلوقتي ان انا ارسم حواجبي بصابونه الحواجب. بصوا بقى، صابونه الحواجب دي ماركه غريبه كده، هي بتيجي معاها الزبولي، هي صغننه يعني بس هتمشي، وبيجي معاها كمان الصابونه. انا ما بحبش استخدم ميه عاديه، بحب استخدم ميه الورد. تقدري انت برضو يعني تشغليها باي حاجه. وفي كمان بتبقى صابونه هي اصلا جاهزه، مش محتاجه ان انت ترشي عليها ميه. لو ما عندكيش الصابونه دي ومش عايزه تشتري، تقدري تجيبي صابونه الجليسرين، هتبقى سعرها اقل، ولكن دي برضو ما كانتش غاليه، كانت ب 35 جنيه. بصوا بقى كده، دي شكلها من جوه، شكلها شفاف خالص خالص. بصوا بقى، هبتدي بقى ان انا ارش عليها كده ميه ورد، وهبتدي ان انا اتني الزبول دي شويه كده، تنيتها كده شويه عشان اعرف اتحكم في الحاجب. وهاخد منها دلوقتي من الصابونه دي وهرسم الحاجب. هاخد اهو دلوقتي كده من الصابونه، وهبتدي ان انا اطلع كده بالحاجب لفوق، وبعد كده اجيب اللي انا مثلا شايفاه طلع قوي اجيبه على جنب، عشان الصابونه دي ما تلزقش هنا وتنشف تحت الحاجب او فوق الحاجب. ولما اجي احط عليها الفاونديشن او الكونسيلر الاقيه بيخطط او الاقيه بيجير، هاخد منديل وهمسح فوق وتحت الرموش كده، عشان اتاكد ان اي صابون اتشال وما يبوظليش الفاونديشن. طبعا خلاص الحاجبين كده ابتدوا ان هم خلاص ينشفوا. هاخد ظهر ايدي كده عشان اثبت الحاجب اكتر ثبات ممكن انا اقدر عليه، ان انا اخده من الصابونه بظهر ايدي بالكف ده كده، وهقوم دايسه على الحاجب كده، انا بصمجته في مكان. بس بقى دلوقتي الحواجب انا هستخدم الام ان دي. الام ان دي من جوه في درجتين، انا هاخد ميكس من الاتنين عشان اعمل الحواجب. انا هاخد من ورا ومن من ورا من تحت ومن ورا ومن فوق، وبس املأ الفراغات. ميكس كده بين الدرجتين. الفرشه اللي جايه معاهم على قدها يعني، بس احنا دي اللي قدامنا وهنستخدموها دلوقتي. خلاص انا رسمت الحاجب، تعالوا بقى ننضفوه ونبتدي في رسمه العين. بصوا بقى، انا هستخدم الكونسيلر ده من مايت سينما. الكونسيلر ده انا هستخدمه بيه الفرشه عشان احدد بيه الحواجب من فوق ومن تحت. انا مش هاجي من فوق دلوقتي، هشتغل بس من تحت، وهرسمه بالفرشه، وهبلنده بالبيوتي بلندر. تعالوا نشوف. بصوا بقى، هبتدي ان انا دلوقتي افرد كده الكونسيلر على العين كلها، وهبتدي بقى ان انا اخد اقل كميه فاونديشن، مثلا اخفف هنا شويه، واطلع على الحواجب كده وارسمها. يا رب تكونوا شايفين كويس. احدد كده الحواجب من فوق. خلاص انا وزعت الكونسيلر على العين، هبتدي دلوقتي ان انا ادمجه بالبيوتي بلندر. ببتدي ان انا اضغط مش امسح، عشان عايزه الالوان بتاعتي تبقى واضحه وباينه. مستخدمه كونسيلر فاتح. هثبت العين باي بودر عندي يبقى هي نفس لون الكونسيلر يعني، عشان ما يبقاش فيه فرق في الدرجات. بصوا بقى، هجرب معاكم الماركه دي دلوقتي في السبونج بتاعت البودر. دي شكلها بيجي فيها اكتر من واحده، تشتري اكتر من واحده، بس انا اشتريت واحده بس. تعالوا نشوفوا. هتاكد اول حاجه ان انا ما عنديش اي خطوط، او الكونسيلر بتاعي فوق العين ما خططش، وهسيب البيوتي بلندر بتاعتي. وهبتدي دلوقتي ان انا اخد السبونج بتاعتي، ايا كانت السبونج او بالبيوتي بلندر حتى ناشفه او بحط بالفرشه، وابتدي ان انا اثبت فوق العين طبقه خفيفه خالص من البودر. بصوا بقى، هفتح عيني وابتدي ان انا زي كاني بمسح كده عشان اثبت الجفن كله.
دلوقتي هبتدي اشتغل في الاي شادو. انا بستخدم الاي شادو دي بتاعت مايت سينما، اسمها بينك بنسل. الوانها كبيره جدا، كتيره جدا جدا جدا، فيها كل الالوان اللي احنا ممكن نتخيلوها وما نتخيلوهاش كمان. بصوا بقى، انا هبتدي ان انا اخد لون بني جامد جدا وهعمل زي خط فوق العين، وبعد كده هدمجه بلون تاني افتح منه. تعالوا اللون ده، وهعمل بيه خط في العين من الناحيتين. تعالوا نشوفوا ازاي. بصوا بقى، انا هبقى منزله كده المرايه كده عشان اعرف اجيب جفن العين كله. انا جفني مش كبير، فبحاول ان انا انزل كده المرايه باكبر قدر ممكن عشان اعرف ارسم. اول حاجه بصوا، انا هنزل كده وهبتدي ان انا ارسم زي خط اهو كده، واطلع كده كاني برسم الايلاينر اللي هو الدبل كده. بصوا شكله تحفه تحفه تحفه. بس كده انا رسمت في العين الخطين. هبتدي دلوقتي بقى ان انا اموه الخط ده على قد ما اقدر. هاخد اللون ده، بصوا بقى انا هفضل دايسه على الخط، يعني هفضل فوق الخط بدمج مش تحته. خلاص ما حطيت اول لون، هبتدي بقى ان انا اخد ده وهبتدي برضو ان انا هحطه في ايه. تعالوا نشوف. هبتدي بقى ان انا انضف. يعني ايه انضف؟ يعني انا هاخد برضو بنفس الفرشه اللي انا حطيت بيها كونسيلر اول مره، هبتدي ان انا ارسم شكل تاني بالكونسيلر اللي هو شكل الكات كريز بالكونسيلر تاني، عشان انضف دلوقتي الرسمه اللي انا عاملاها، واخد منه جزء مش كبير عشان ما يطبعش معايا فوق كده. وابتدي بقى ان انا انزل ايه الكونسيلر كده تحت، واخلي بالي ان انا ما فتحش قوي، يعني فتح نص تفتيح عشان ما يطبعش فوق. ابتدي بقى دلوقتي ان انا ادمج تاني. عملت عين كده وخلصتها عشان اعرف هشرح لكم ايه هنا في العين دي. اول حاجه انا خلاص حطيت الكونسيلر ودمجت. دلوقتي اخد الباليت اللي انا بشتغل بيها واخد منها الدرجه دي بتاعه الشامر وهحطها في الاول. بعد كده هبتدي اخد الدرجه دي وهحطها في اخر العين بصبعي اهو، واقوم حاطه على اول نص العين، على نص العين الاول. هعمل نفس الحركه دي بنفس لون الشمع اهو كده. دي نص العين، نص التانية هعملها باللون التاني الاغمق منها درجه. هبتدي بقى اخد اول فرشه انا اخدتها اللي هي كنت بحط بيها اللون الانتقالي اللي فوق، ابتدي احط نفس اللون الانتقالي بقى على الحروف دي، عشان طبعا هي من الكونسيلر وكده اكيد فيها حته طالعه وحته نازله، هظبطها كلها بنفس اللون وبنفس الفرشه كده. خلاص العين دي بقت زي العين دي. هبتدي بقى ان ارسم ايلاينر دبل. هوريكي ازاي انا رسمت الايلاينر ده. ايلاينر بيليق مع العيون المبطنه، وايلاينر كمان دبل لما تفتحي عينك تبقي شايفه الاتنين عادي جدا. تعالوا نشوف. بصي اول حاجه عشان نرسموا الايلاينر، ان انت الايلاينر اللي معاكي يبقى قلم. ده اسهل الايلاينر هتعرفي تستخدميه وهيبقى سهل جدا معاكي في الرسم. اول حاجه بصوا، انا هبتدي ان انا ارسم من اخر العين خط نازل لتحت تمام، والخط ده هطلع منه خط كده تمام، وهبتدي بقى ان انا انزله عشان اقفل الايلاينر بتاعي. وهبتدي برضو ان انا اعمل المدمع. انا عندي اهو، انا شايفه اخر العين عندي فين الحته دي. هبتدي ان انا انزل كده اعمل نقطه، وابتدي ان انا اسحبها على الايلاينر تمام اهو، خط بسيط خالص. وابتدي بقى ايه ان انا اعرضه كده بنفس الشكل ده. تعالوا بقى دلوقتي نحط المسكره. انا هحط المسكره دي من ان الدبل ايلاينر ده تحفه مش كده. هبتدي بقى ان انا ايه احط المسكره جوه عيني خالص، من يعني من اول المنبت بتاع الرموش. هبتدي ان انا احط كده وابتدي اعمل زي حركه الزجزاج كده واطلع.
بصوا بقى هبتدي بقى دلوقتي بقى ان انا هحط كحل اسود. الكحل ده انا مش فاكره هو كان منين، اكحال ام ان كلها حرفيا تحفه. اي كحل اسود من ام ان هتلاقوه خطير، استعملوه. هبتدي بقى ان انا ايه بصبعي ده اقوم منزله كده وامشي على نفس خط الايه الرمش. فاونديشن شاو ده درجه 06. الفاونديشن ده هيبقى كويس قوي مع البشره الدهنيه جدا جدا جدا، لانه بينشف على الوش قوي، فلازم قبله نبقى مرطبين الوش جدا جدا جدا. هو الكفرج بتاعته من ميديوم متوسطه لفول كفرج، وممكن ان احنا نبنيه. بصوا عيب الفاونديشن ده ان هو بينشف بسرعه جدا جدا جدا، فلازم ان احنا ندمجه بسرعه قوي. ادمج بقى لان هو بينشف بسرعه قوي. ممكن تشوفوه ان هو افتح عليا، بس هو فيه عيب برضو ان هو بيأكسد. يعني ايه بيأكسد؟ يعني اول ما بيتعرض للهواء بيغمق درجه. هبتدي دلوقتي بقى ان انا اعمل كونتور لوشي. انا هستخدم الباليت دي من مايت سينما. الباليت دي فيها نصين، نص باودر ونص كريمي. بص كونتور وتفتيح وتثبيت، بصوا فيها كل حاجه. الجزء ده كده فيه درجات التثبيت ودرجه تفتيح ودرجات كونتور باودر، والدرجه دي فيها كلها برضو نفس الدرجات بس كريمي. انا هستخدم الدرجه دي، هستخدم الدرجه دي ككونتور كريم، وهستخدم معاها الفرشه دي. الفرشه دي من زويفا، طقم زويفا القبي. بصوا بقى انا اهو دي عظمه الخد. انا هبتدي ان انا احط عندها خط كده، تمام، وهحط هنا كمان حته كده، وعلى اللغد كده، وعلى الناحيه التانية برضو على اللغد، وعلى برضو عظمه الخد من هنا بس فوق العظم. وهبتدي برضو ان انا اعمل دلوقتي كونتور الانف. بعمل خط طويل وبنزل، وادي خط برضو مقارب ليه وبطلع. وهبتدي برضو ان انا اعمل هنا حتة، نقطة نقطة، التانية، التالتة، الرابعة. بالمرة طالما انا هشتغل دلوقتي البيز كله كريمي، هبتدي ان انا اخد ده روج عادي، هبتدي ان انا استعمله كبلاشر كريم. بصوا دي بقى ان انا ادمج المدعكة دي كلها بالسبونج بتاعتي. طالما انا عندي كونتور كريمي كده، احاول ان انا ادمجه لفوق مش لتحت، عشان يرفع لي الخد ما يسقطوش، بين ان انا اتخنت اكتر يعني. الكونتور بتاع مايت سينما ده هايل، بيندمج بسهوله، ومش من النوع ان انت لما تسيبيه هتلاقيه طبع، لا خالص، سهل جدا في الدمج بتاعه، وكمان ثباته حلو قوي قوي قوي. البشره بتاعتي عملت لها كل البيز الكريمي، ناقص دلوقتي ان انا ادمج كونتور النوز. تعالوا ندمج بالسبونج برضو اهو. هبتدي بقى دلوقتي ان انا احط الكونسيلر وانور بقى ايه الوش في مناطق اللي هي مناطق التنوير. هبتدي ان انا اخد نقطه بسيطه هنا فوق اهو كده، وهنا كده شويه، وهنا كده سيكه بسيطه، وهنا برضو سيكه بسيطه، وتحت الكونتور من هنا، وتحت الكونتور من هنا. بصوا هستخدم نفس البيوتي بلندر بس هستخدمها من تحت. بصوا كده انا خلاص خلصت الوش كله. بصوا البيز وجماله، الوش حرفيا وش عروسه، انا عاجبني قوي. تعالوا بقى نثبت. هنثبت ازاي؟ هنثبت الكونتور بكونتور باودر، هنثبت الوش مناطق التنوير دي بكونتور بباودر فاتح، وهنثبت كمان تحت العين بفاتح برضو، ومكان البلاشر هنثبته ببلاشر باودر. دلوقتي خلاص انا البيز بتاع وشي كله خلصته ككريمي. هبتدي بقى ان انا اشتغل بيه كباودر برضو من نفس الباليت اللي انا قلت لكم عليها بتاعت مايت سينما. دلوقتي انا هاخد منها الدرجه دي
ككونتور باودر، ولكن هخفف ايدي لان هي البيجمنت بتاعها رهيب رهيب رهيب. نفس اللون برضو هبتدي ان انا اعمل بيه كونتور النوز. خلاص كونتور النوز، وكده خلصت كل الباودر اللي هستخدمه ككونتور جامع للوش. هبتدي بقى ان انا اثبت الفواتح في الوش. الباليت اهي، بس هاخد دلوقتي درجه عاديه، وهبتدي بقى ان انا اخدها دلوقتي بالسبونج. هدخل صبعي كده وابتدي ان انا اخد كده وامر على الوش كله، اثبت بقى المناطق بتاعتي. ابدا اول حاجه بفوق العين، افتح عيني فوق خالص واثبت، انزل كده كونتور على كونتور النوز، يعني انا اخد العين كده بالنوز. دي برضو اثبت كده. انا هنا بقى بثبت وبنضف. خلاص انا ثبت الوش كله. هبتدي اخد فرشه ما استخدمتهاش خالص، ومجرد بس ايه امشي كده على الوش كله، عشان بس اخليه كده، اخلي الوش كله ميه واحده. دلوقتي اثبت البلاشر الكريمي ببلاشر باودر. انا هستخدم الماركه دي اسمها افري داي، لونها خوخي كده، هستخدمها اهو. يبقى ان انا احط بيه الفرشه لفوق، واخد معايا كمان الحته دي. خلاص انا حطيت الباودر كلها. تعالوا بقى نكمل العين اللي احنا سيبناه فيها. احنا ماسكارا تحت العين، ومحطناش كمان اي شادو تحت في الرموش السفليه. تعالوا دلوقتي نعملهم، ويبقى كده فاضل لنا الروج والهايلايت. هعمل ايه بقى في الاي شادو اللي تحت؟ هبتدي اخد اغمق لون انا استخدمته فوق، واللي هو اللون اللي كان بيربل شويه ده مع اللون البني، همكسهم مع بعض وهحطهم تحت. اخد الفرشه واخد اللون البني واللون البيربل كده، وهدمجهم تحت العين كلها زي ما عملنا فوق. بصوا لفوق. خلصت الاي شادو. هبتدي بقى دلوقتي ان انا احط نفس الماسكارا اللي هي بتاعت MN، احطها بقى ايه على الرموش اللي تحت. بس كده انا كده خلصت العين. فاضل لي ان انا ارسم الشفايف واحط هايلايتر ونلف الطرحه ونشوف اللوك النهائي هيروح بينا على فين. انا ناويه ان انا احط اللون الروج ده، هو اللون ميري بنيهات كده. فانا هبتدي ان انا ارسم شفايفي بقلم غامق كده. كده مش هيبان، ولكن انا عايزه النهارده ان انا اكبر شفايفي. فانا هبتدي اول حاجه ان انا اخد منديل واشيل باقي المرطب او زبده الكاكاو اللي انا كنت حطاها. ابتدي بقى ارسم الشفه. انا عايزه اكبر الشفايف، فانا هقوم طالعه من تحت لفوق واخده كيرف. كده خلاص انا حددت شفايفي. تعالوا بقى نحط الروج ده من ماركه اسمها ميس بيوتي. ميس بيوتي دي مكتوب عليها ان هي ليب جلوس، ولكن هو مش ليب جلوس خالص، هو روج تقيل كمان. فتعالوا نجرب. بصوا الابليكيتور بتاعته ممسوحه كده من الجنبين. تعالوا نشوف. تحفه على الشفايف. بص بقى، بس كده انا خلاص خلصت الميك اب كله. بصوا الميك اب وجماله ونظافته. ممكن الكاميرا تبقى ظالمه الميك اب جدا، بس بجد الميك اب خطير. دخله او الخطوبه هيبقى تحفه. بصوا اصلا التفاصيل. والدبل ايلاينر ده انا اول مره اعمله في حياتي، بس بجد عاجبني جدا. بس كده الفيديو كده يبقى خلاص. يا رب يبقى عجبكم واستفدتوا باي حاجه. ما تنسوش بقى الفيديو ده لو عجبكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وتقولوا لي ايه رايكم تحت في الكومنتات. كانت معاكم مريم سلامه، يلا باي باي.